السلام عليكم. كنتمنى الفيديو اليوم ان شاء الله يلقاكم بخير وعلى خير ويلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم سمنات عامرين في الفران بواحد الحشوه اللي كتجي لذيذه ورائعه، وواحد العجينه اللي كتجي مقرمشه وطريه في نفس الوقت. نتمنى الوصفه اليوم تجربوها وتعجبكم. الى عجبتكم ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، وبالنسبه اللي كيشاهدوا القناه اول مره وعجبهم المحتوى فكنقول لكم مرحبا بكم بالاشتراك في القناه. ما نطولش عليكم، خليكم مع الوصفه والمقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. بالنسبه للعجين غنحتاجو 400 غرام ديال الدقيق الابيض، ما يعادل 4 كيسان ديال العنبه، وغنحتاجو كاس ديال الفينو، دقيق القمح الصلب، دقيق السميد ناعم، غنضيفوا لهم معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه، معلقه صغيره ديال السنيده او السكر حبيبات، كنضيفوا 3 المعالق ديال الزيت النباتيه، وغنضيف معلقه ديال الخل كما كتشاهدوا. وغنجمعوا العجين ديالنا بالماء بارد من الصنبور، كنجمعوا العجين ديالنا كما كتشاهدوا. فالعجين ديالنا كتكون يعني ما كتلصقش في اليد وكتكون شاده راسها، فكندلكوها غير واحد شويه حتى ما كيبقاوش فيها دوك التكتلات ديال الدقيق. كنوضعوها في واحد البلاستيك غذائي وكنخليوها ترتاح على الاقل 30 دقيقه، وندوزو نحضروا الحشوه ديالنا. على فوق النار وضعت خليط بين زيت الزيتون والزيت النباتيه، وضفت لهم بصله مشلضه كما كتشاهدوا، كنضيفوا لها حبه ديال الجزر اللي حكيتها في الجهه الغليظه، حبه ديال الفلفل احمر، وكنشحروا البصله مع الخيزو مع الفلفله كما كتشاهدوا. وغنضيف هنايا 250 غرام ديال الكفته ديال الدجاج، اولا تضيفوا الكفته ديال اللادن. كنشحروا مزيان كنحاولوا نفتتوا ديك الكفته ما تبقاش لينا مجموعه. ضفت هنا معلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس مطحون مع الثومه، وضفت معلقه صغيره ديال بودره الثوم، القليل من الملح، قليل من الفلفل الاسود، القليل من السكنجبير، كنضيفوا الخرقوم او الكركم، وعندي معلقه صغيره ديال القزبر يابس مطحون، ومعلقه صغيره ديال التحميره او البابريكا. بالنسبه اخواتي للتوابل كيبقاو على حسب الحشوه اللي غادي تحضروا. فبعد ما تشحرات الحشوه ديالنا وطابت الكفته، كنضيف هنايا الشعريه الصينيه، خديت 2 ديال المكعبات اللي رطبتهم في المطايب حتى طلقوا، صفيتهم وقطعوا ودوزتهم في ديك الطحانه ديال الخضره، ضفت لهم معلقه صغيره ديال الهريسه على حسب الذوق، وضفت لهم كذلك صلصه الصوجا، وكنشحروا الشعريه ديالنا حتى كتشرب ديك التوابل. وفي الاخير طفيت النار وضفت علبه ديال الطون وكنشحروا. فصدقوني اخواتي داك الخليط ديال الدجاج مع الطون كيعطينا واحد اللذه الحشوه ديالنا، غير جربوها. فبعد ما طابت الحشوه ديالنا خليتها جانبا، والعجينه ديالنا كانت ارتاحت خديتها، فكنشكلها هكا كويرات كما كتشاهدوا. فنحاولوا دوك الكويرات يكونوا يعني متساويين، يكونوا بنفس الحجم. فبعد ما كملت التشكيل ديال الكرات كندهنوا الوجه ديالهم بالزيت، وكنغطيهم بواحد البلاستيك، وكنخليوهم على الاقل واحد 15 دقيقه حتى كيرتاحوا، ونرجعوا لهم ان شاء الله. فبعد ما ارتاحت العجين ديالنا كندهنوا سطح العمل بزيت النباتيه، وكناخذوا الكره الاولى اللي سبق لينا شكلنا وكنطلقوها، يعني نحاولوا نطلقوها مزيان حتى كيبدا يبان لينا سطح العمل. خديت هنا الزبده ديال البواطه، اولا تاخذوا الزبده ديال التوريق من الاحسن، تذوبوها مع شويه الزيت، وكندهنوا يعني العجين ديالنا كما كتشاهدوا، وكنطويوه يعني كنطويو الرغيفه ديالنا بحال الرغيف العادي اللي موالفين كنحضروا كما كتشاهدوا. كنطويوها على 4 وكنوضعوها في داك البلاطو اللي فيه العجين، وكنغطيوها بالبلاستيك باش ما ديرش لنا داك القشره من الفوق. وكناخذوا الكره الثانيه وكنستمروا بنفس الطريقه كما كتشاهدوا، كنحاولوا نطلقوا الكره ديالنا مزيان حتى كيبدا يبان لنا سطح العمل. كندهنوها بالزبده وكنطويوها كما كتشاهدوا. فالطريقه واضحه، يعني المسمن العادي اللي كنحضروا.
وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكملوا العجين ديالنا كامل كما كتشاهدوا. فبعد ما كملت التشكيل ديال العجين خديت الحشوه اللي كانت بردات وضفت ليها الجبن المبشور كما كتشاهدوا اخواتي. فإلا ما توفرتوش على هذا الجبن، يعني هذا الجبن الموتزاريلا او الجبن الاصفر، كتاخذوا 3 ديال الحبات ديال الجبن المثلث وكتوضعوهم، يعني ملي كطيب الحشوه كتكون باقا سخونه كتضيفوا لها دوك الجبن المثلث او المربع. الا توفرتوا على هذا الجبن الموتزاريلا او الجبن الاصفر فكتحكوه كما كتبشروه في الجهه الغليظه كتضيفوه. فهنا اخواتي طويت العجين ديالي كما كتشاهدوا بهذه الطريقه اللي غتشاهدوا الان. كنوضعوا الحشوه في الوسط، كناخذوا ديك الجوانب كل طرف كنحطوها على الطرف الاخر، وكنوضعوا واحد الزيتونه في الوسط، كنوضعوها في لاطه ديال الفران اللي كنفرشوا لها ورق الطهي او ندهنوها بالزيت. فبعد ما كملت السطي ديال العجين ديالنا خديت هنايا واحد البيضه، ضفت لها القليل من صلصه الصوجا والقليل من بابريكا او التحميره، وكندهنوا العجين ديالنا كما كتشاهدوا. في هذا الاثناء اخواتي الفران كنكونوا شاغلينه، كندخلوا العجين ديالنا الفران يكون سخون، انا شعلته على 240 درجه. كندخلوا العجين ديالنا كما سبق قلت لكم الفران يكون سخون، كندخلوهم كننزلوا الحراره ل 200 درجه وكنخليوهم حتى كيطيبوا وكيتحمروا، وكنخرجوهم وكيكون هذا هو الشكل ديالهم. يعني صدقوني كيجيو رائعين كما كتشاهدوا، كما كتسمعوا القرمشه ديالهم وكيجيو طريين في نفس الوقت، والحشوه كتجي لذيذه. نتمنى اخواتي انكم تجربوا الوصفه وتعجبكم، واذا عجبتكم ما تنسونيش من اللايكات ديالكم. وفي الاخير كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على التشجيع ديالكم، شكرا على المشاهده، والى فيديو قادم ان شاء الله.